الفتنة اللي صارت بين الشعب المصري والشعب السعودي كانت خلفها حسابات تركية. طب خليك معي حبة حبة وتسمع كلام بإذن الله يسر خاطرك. أولا، مو كل أحد ينزل مقاطع يثير رأيك وتنفعل، بالذات في السوشيال ميديا. لكل شخص ما تنفعل اصبر تكتب وتسب وتقذف شعب ولا تسب شعب. اصبر وحبة حبة، لأن هذول الأشخاص يستخدمونك كمادة ولهم مصالح وأجندة خارجية، فأنت احذر. هذه واحدة. الثانية، ما تسقط على بلد بالكامل. دائما أتكلم أنا عنها، ما تسقط على بلد بالكامل. إذا بتسقط على ناس معينة اسقط، على تتكلم اللي أنت تبغاه اسقطهم، ولكن ما تعم دائما. هذه قاعدة، العم هذا دائما من الجهل. عرفتوا شلون؟ وهذا للمواطن السعودي كلام مهم جدا، وكلام حتى للعربي. حتى دائما مو أي إثارة رأي عام تطير معه، لا أحد يستخدمك كمادة. ثانيا، اليوم ما كشفنا حسابات دعارة، حسابات دينية، حسابات تشكيك، حسابات رأي عام، حسابات إثارة جدل، حسابات كلها وضعت نفسها إنها في السعودية. عرفتوا؟ وهي كلها تدار من تركيا. فمو كل أحد يستخدمك وينزل مقاطع، وفي بعضهم ينزل مقاطع من الساحل المصري، ولا في بعضهم ينزل مقاطع من موسم الرياض. مو كل ما تراه في السوشيال ميديا صح. عرفت؟ فخليك واعي، ولا حد يستخدمك، ولا تكون إمعة كل من هب ودب جاء واستخدمك. عرفت؟ خلي الكلب ينبح. فخليك انت واعي، ولا حد يحاول انه يثيرك دائما، ولا تشتم ولا تقذف. رغم ان الشعب السعودي ترى من اذكى الشعوب اللي ما احد استخدمها للامانه باثاره راي عام او في ماده لمصالح. عمره ما استخدمت. صدينا لهم بكل الهجمات ولا نمشي خلفهم. اللهم لك الحمد. ليه؟ عندنا ولاة أمر، اللهم لك الحمد، نضجونا في الإعلام، علمونا في الإعلام أحلى علم. والسلام عليكم، والله يحفظ أوطاننا وأوطان الدول العربية كلها يا رب.